السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ايش دعوة يبا معبين 91. السلام عليكم الشباب اللي برا، اللي برا، اللي عند الباب، تعال تعال اللي عيونه مطوع، تعال الله يسعدك، تعال اللي برا يسمعنا، اللي عند الملعب الشباب تعالوا بإذن الله عز وجل، بإذن الله، أنا أقول بإذن الله عز وجل. اليوم ليلتنا غير، زحف إسلامي، ترفيع إيماني، عندنا بإذن الله تحجير، عندنا بإذن الله تحجير، لكن مو تحجير سيارات، تحجير للشيطان. عندنا تلميع، تلميع بس مو تلميع كفرات، لا أحد يفهم غلط، ولا هو بفيري، تلميع قلوب بذكر علام الغيوب. يوم من الأيام، يا شباب خليكم حريصين، شوف الشباب وين وصلوا. عندنا شباب أبطال. طبعا الشريط اللي وزع الليلة أشكال وقصص محازن، لكن الليلة لا. فيوم من الأيام جاينا واحد من الأخوان من الردة ودعوة طبعا، وحنا خارجين إلا واحد يغني ويبكي. قال لي خويي جنبه يا أبو مشهور. قلت لا أتركه يا شيخ. قال يا أبو مشهور الأغنية بحبك يا حمار. قلت جنبه. المهم يوم جيت الأخ يبكي، ومن سوء حظي، من سوء حظي يوم وصلت عنده وهو واصل المقطع، طبعا يوم وصلت عنده بحبك يا حمار، يوم وصلت عنده صار طالع فيها ويغني وهو سكران، يقول لي يا سيدي الحمير يا حمار. قلت يا ساتر. المهم نزلنا الرجل ذا، أبشركم متزوج ومؤذن مسجد، ومن الناس المؤذنين المعروفين من الطائف كويس. ألبكت بي كم سيجارة، 20 سيجارة. اللي يقول ما أدري من هو. مسوي عاقل هذا على غفلة. يا ويلك لو قلت لكم معش. وين الصوفي هذا؟ لا تعود يا شيخ، تكبر تكبر لا تعود. ها في موقف طريف بذكره وارجع لاخوي نايف. كان لي محاضرة في إجازة الربيع، شوف كيف العز بالإسلام، في مستورة. فلقيت لي شاب عمره 14 15 سنة. قلت من عندكم الليلة؟ معي الرجل ذا موجود، الرجل اللي معي. قلت من عندكم الليلة؟ قال عندنا الشيخ أبو مشهور. قلت من؟ قال الشيخ أبو مشهور. قلت تعرف الشيخ أبو مشهور؟ قال لي لا بس الليلة بيجي. قلت وش تعرف عن الشيخ أبو مشهور؟ قال الشيخ أبو مشهور كان داشر وتاب. قلت الله أكبر. من داشر إلى شيخ، هذه معزة الإسلام. الله والله يا ابو مشهور اقسم بالله الشباب ترى قاعدين يدورون على السعاده، يدورون على الفله، يدورون على الوناسه، لكن دوروها فين؟ فين؟ بالله كيف ندور على الفله وعلى الوناسه وحنا تركنا القران وصرنا نسمع حبيبي عاوز له سكر. من فين اجيب له سكر؟ من البقاله يرحم امك اللي جابتك. تركنا الصلوات واستبدلناها بالمسلسلات وبالقنوات وبالمباريات. تابعنا لميس وهي تاكل تميس، ونبغى ننبسط ونبغى نفل. سنوات الضياع والعشق الممنوع وقنوات ذا الحين، واذا ما بتكبر ما بتصغر خيو تبغى تفل، ها تبغى تستانس، والله ما تفل ولا تستانس الا بهذا الدين العظيم. والله ما ترتاح الا مع الله عز وجل. الشباب دوروا على الفله وعلى الوراثه، فيش يا ابو مشهور؟ في العجه وفي اللجه، وحبه صغير وحبه كبير، والله العظيم ما يلقون الوناسه ولا يلقون السعاده. والله عنبر كامل في مستشفى الامل في الرياض مسمينه عنبر ايش؟ عنبر الانبياء. يجي الشاب مفلسع لاذع يدعي النبوه، واحد حاط منديل على عينه يمشي في المستشفى. ليه؟ قال معاك المسيح الدجال. والثاني عندنا جايبينه في جده يبغون ينومونه في المستشفى. تخيل الدكتور قاعد يكتب له ورقه دخول يبغى ينومه في المستشفى، عقل ما عاد معه. فمر مطوع خال أسمر البشر مطوع شغال في المستشفى، مر من عند هذا المدمن فشافه المدمن قال له أذن يا بلال. مسوي الرسول على غفلة. والله ما معهم عقل ولا عندهم دين. بالله كيف عنده دين وهو يسهر 3 4 أيام وينام زيها 3 4 أيام بدون صلاة؟ يقول أحد المشايخ كانت عندي محاضرة في مستشفى الأمل وقدامي مدمنين. قلت يا شباب صاحب المخدرات بدون دين، صاحب المخدرات ما يصلي. قال واحد من المدمنين يا شيخ اسمح لي معليش النقطة هذه غير صحيحة. قال له ليه؟ قال والله يا شيخ إني ما أخشع في صلاتي إلا إذا حششت. قال له كيف؟ قال ما أخشع في صلاتي إلا إذا حششت. قال له الشيخ كيف؟ قال والله مرة يا شيخ حششت ودخلت الصلاة، صلاة العشاء ورا الإمام،
الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين، وأنا أقول وراه آمين، الرحمن الرحيم آمين، مالك يوم الدين آمين. دخل الشيخ في البقرة وهذا آمين آمين، قال خشوع خشوع، أي خشوع؟ والله العظيم العقل طار والدين ضاع والنفس ضاعت والعرض ضاع والمال ضاع. تكفون يا شباب. قبل أي شيء، قبل ما أقول تكفون، اللي يحب الله يرفع يده، اللي يحب الله يرفع يده. أيك والله ما سألتكم تهمة إني أعرف كل اللي في القاعة وكل واحد يسمعني إني يحب الله. أي تكفون يا شباب، تكفون. هذه اليد اللي رفعتها الآن وأشهدت الله أنك تحب الله. لا تنام اليوم، لا تنام اليوم في جوالك، في سيارتك، في بيتك شيء يغضب الله. والله يا أخوان، والله يا شباب، إن الله عز وجل ما يستحق أن نعصي. فتكفون يا شباب، هذا طلب من أخوكم. ما دام أنك رفعت يدك تحب الله، لا تنام اليوم وفي حياتك شيء يغضب الله عز وجل. أسأل الله أن يسعدكم في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بالله بس وقف الكاميرا نص دقيقة برقم الشباب وبعدين رجع. ترقيم إسلامي يا شباب. قفل الكاميرا يا شيخ عشان ما تروح على النت ونجلس نعجن ونفت.